السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت النشادر، طريقه كده من الاخر معتمده وبعملها على طول بتطلع ناجحه. اول حاجه معايا المقادير ايه؟ يلا بينا على المقادير. عندي ربع كيلو من السكر، انا هعمل عيارين يعني 2 كيلو، الكيلو عليه ربع كيلو سكر. لما احط 2 كيلو يعني هحط نص كيلو من السكر. هعمل عيارين يعني 2 كيلو. هنا السمنة من العلبة عادي، ما تسيحهاش ولا حاجة. ببتدي افضي عشان اوزن عيار السمنة. عيار السمنة زي عيار السكر، برضو نص كيلو على 2 كيلو، يعني الكيلو بياخد ربع كيلو من السمنة. سمنة عادي جدا من العلبة. هنا وزنتها وهبتدي اهو، حطيت الاتنين على بعض السكر والسمنة، هضربهم ضرب حلو. بتنزل كل المقادير اللي معايا عشان دي طبعا محسوبة بالجرامات في العيار، يبقى ربع كيلو سكر وربع كيلو من السمنة. اهم حاجة بقى التكة دي، انك تخليه لما يبيض معاكي السكر والسمنة. وابتدي احط بيضة اهو، بص بقى، بيضة وما تختفي احط التانية اهو، وضرب زي ما انتوا شايفين كده، هتخلي معاكي البسكوتة هشة كده وناعمة. هحط قد ايه بقى على الكيلو؟ 4 بيضات، 4 بيضات على الكيلو، يعني هحط هنا 8 بيضات. والفانيليا كل ما احط حاجة طبعا زي ما انتوا شايفين كده. عندك بقى عجان، اعملي براحتك بحريتك، انا بوريكي الطريقة بتاعتي، وان شاء الله لو اتبعتيها هتطلعي احلى بسكوتة معاكي وتبقى جميلة جدا. تختفي البيضة احط واحدة تاني. هنا اهو بصوا، بيضة تختفي احط تاني. والفانيليا طبعا زي ما انتوا عارفين، وهحط برضو معلقة من بشر البرتقال. عندك ريحة جوز الهند حطي بقى، يعني ايه المنكهات دي بتاعتك انت، بس انا والله دي طريقتي وانا بعملها على طول ومعتمدة. هنا بيضة كده احط واحدة واحدة، حطيت 8 بيضات. والفانيليا اهي زي ما انتوا شايفين. البيض لو كبير حطي 4، صغير حطي 5 بيضات. وحطيت معلقة اهو، بص بقى، بيضة كده وابتدي اقلب. حطيت بشر البرتقال اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الخليط عندكم عامل ازاي، هش وجميل وناعم ازاي. شوفوا بقى، شوفوا الجمال، ما شاء الله، ربنا يصلح ما بين ايديكم اهو. بصي، وتجيبي بقى اللي على الحرف وكده وتضربي برضو ضرب حلو جميل. اخر واحده. والفانيليا احط كده وكده. عايزه تحطي تكسري البيض كله مع بعضه، بس لازم تحطي بيضه علشان تاخدي الارتفاع بتاع الخليط كده ويبقى شكله حلو وهش. دي كوبايه من الحليب، هنحط كوبايه من الحليب فيها معلقه من النشادر. هنا 2 كيلو يبقى هحط كوبايتين حليب. عايزه تحطي برتقال براحتك، دي عندك ودي عندك. انا هنا عندي ايه؟ حليب معلقه من النشادر اهي على الحليب. الحليب ده دافي، وهستنى لما اقلبه واستنى لما يملى في الكوبايه. بيملى ايه؟ بيتفاعل، كل ما تركنيه هيتفاعل في الكوبايه وتبص تلاقيه ملى الكوبايه. انا هنا ركنته على جنب، قلبته وحطيته. هنا ده البيكنج باودر اهو. هبتدي احط بقى الدقيق، حطيت باكو على 2 كيلو. وابتدي بقى بصوا وهبتدي اكمل بقيه الدقيق. انا طبعا وزنه الحاجه دي وركناها جنبي عشان تبقى سهله. طبعا دي بنوتي هي اللي بتعجن، انا يا دوبك بحط لها المقادير وهي بتعجن اهي. بتعمل هي بقى السنه دي البسكوت. وادي بصوا بقى، دي النشادر اهي، بص ارتفعت ازاي اهي. ابتدي بقى احطها وتبتدي ان هي ايه تخليها تختفي جوه العجين كله. مش هتعجن، هي دوبك بتلم بس، لم بس اهي.
بصوا بقى هنا انا حطيت لها الكوبايه طبعا التانية بمعلقه نشادر تاني، يعني معاكي كوبايتين من الحليب ومعلقتين نشادر، الكيلو عليه معلقه واحده. وهحط لك المقادير دي عندك في الفيديو علشان تبقى معاكي معتمده وتعملوها على طول. هنا اهو البسكوت ابتديت ان انا اقطعه بالمكنه عادي، مكنه البسكوت عادي، ده عيارات البسكوت بالمكنه. هنا شايفين، وابتدي بقى ان انا برص. ما شاء الله، اللهم صل على النبي والف هنا للي هياكل. بص البسكوته عامله ازاي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسكوته جميله وبتضحك اهي، شايفين جمالها، شوفوا عامل ازاي. ابتدي بقى ارصه وابتدي بقى اسويه. النار هتبقى هاديه خالص عشان ده بسكوت، نار هاديه خالص. بوطي عيون البوتاجاز من تحت ومن فوق كده، وبسويه بالراحه خالص، مش بعلي النار. واهو البسكوت ابتدي بقى ان انا ارصه زي ما انتم شايفين. هسيبلك المقادير عشان تبقى عندك، تبقى ان حبيتي تعملي في اي وقت تبقى معاك المقادير. وادي البسكوت ما شاء الله، اللهم صل على النبي، وكل سنه وانتم طيبين. واستنونا بقى في فيديوهات تانية كتيره، وبألف هنا للي هياكل. حاجه كده ايه جميله من الاخر، ما شاء الله، وربنا لا يقطع لكم عاده.